عندما أقرأ القرآن يصيبني نعاس شديد، وكذلك إذا ذكرت الله بالأذكار أو ذكرت الله بالأذكار يصيبني أيضا الخمول، فما نصيحتك لي؟ وهل هذا بسبب مس أو جني؟ بعض الأحيان قد يكون إرهاقا، هذا يحدث لنا جميعا. وبعض الأحيان قد تكون عين، لأن من أوصاف العين ومن علامات العين أن الإنسان يصاب بخمول دائما. لكن بعض الأحيان قد يكون إرهاق، وبعض الأحيان الجو خاصة في أيام البرد تريد تنام. أنا قد نعس في المحاضرة، أصحى قليل رجع قليل، بس أنا قدامه ما فيش لا مترس ولا شيء. فأقصد أنا بعض الأحيان يأتينا حتى في المحاضرة بعض الأحيان أحاضر ألاقي أخ قد ينعس، فهذا يحدث. لا تأتيك وسوسة، لكن في بعض الأحيان فعلا يكون عين، مصاب بالعين. فإذا رأيت أن دائما خمول، فاجعل من يقرأ عليك أفضل وأحسن.